ازيكم يا حبايب قلبي؟ ان شاء الله النهارده فيديو جديد. هنعمل ايه؟ هوريكم الملوخيه. انا منشفاها وهوريكم بفركها ازاي وبعمل الملوخيه الناشفه ازاي. اللي بيشوفني لاول مره متنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير حلوه. واللي معايا انا بشكركم على الكلام الجميل، ومتنسوش اللايكات يا حبايب قلبي. في ناس كتير بتخش تكتب لي كلام جميل بس ما بتحطش اللايك. لو سمحتوا كل اللي بيخش يحط اللايك. اللايك يعني انت اما تحط اللايك مش هتخسر حاجة. ويا ريت كل اللي يخش عندي يحط اللايك عشان نكبر بيكم كده ونبقى عيلة جميلة كده بيكم. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، دي ملوخية اهي. انا مقصفاها وحطيتها لما نشفت اهي. انا بفردها على ملايه واحطها. شوفوا هي كده خلاص، بس انا مرضتش افركها. هفركها كده وايه، وهعملها في المنقل ولا في الغربال وايه، وهرجع اوريها. بصوا انا همسكها كلها، اجيب بس الصينيه وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، انا دلوقتي فركتها بس ما فركتهاش خالص. انا عملتها بس اهي كده، وهرجع تاني اعملها بقى في المنقل. انا جبت المنقل والصينيه اهو، هعملها بقى فيهم. احط كده في المنقل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس بوريكم انا بعملها ازاي وهعملها. المنقل ده بس ناخده. بصوا يا حبايبي انا بعملها كده. نرجع تاني اعملها تاني عشان بيضة كتير في المنقل. معلش عشان المنقل ده مقطوع. بصوا انا هعملها كده، هخلص بقى الكميه كلها. بصوا وديت بتبقى عاملاها في بيتك، عارفه انت مقطفاها ازاي، عامله الورقه النظيفه وعاملاها في بيتك، عارفاها عاملاها ازاي، غير اللي بتشتريها جاهزه ما انتيش عارفه كانت ورقه نظيفه مش نظيفه. دي انا بجيبها من الارض وبمسكها اعملها كده، انشفها واعملها واقطفها واعملها زي ما انتوا شايفين كده، افركها كده. انا هخلص الكميه كلها وارجع لكم تاني يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايب قلبي، انا عملتها اهي. شوفوا عامله ازاي، نعمتها خالص وعملتها. انا بعملها بنخلها مره واتنين وتلاته عشان ما تبقاش خشنه كده. بقى انا هحطها في كيس واحطها في الفريزر. بصوا طلعت ايه، ده مره وده مره وده مره، يعني دول 3 مرات على بعض. بصوا عامل ازاي، خشن قوي وناعم شويه وخشن شويه. انا بقى هعمل ايه، هعبي دي بقى في كيس اهو. انا جايبه كيس ابيض اهو، هعبيها بقى فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت ملوخيه والله في ارض جيراننا، وهم يعني قالوا احنا مش عايزينها، خلوا الناس عندنا خدوا منها، وانا نزلت جبت شويه برده وعملتهم. بصوا بصوا منظرها اصلا عامل ازاي. الملوخيه دي يا حبايبي اما انا بنشفها، انا حطيتها على يومين في البلكونه عندي، بس بقيت اخليها لحد العصر كده واروح مدخلاها عشان الندى لو نزل عليها بتسمر، ما بتبقاش خضره زي ما انتوا شايفينها كده ولا باللون الجميل ده. بصوا لونها عامل ازاي.
حبيت اعملها معاكم. انا كنت اقطفها معاكم واعملها، بس قلت هتاخد وقت، لا انا اوريها لهم. بصوا يا حبايبي، بصوا لونها عامل ازاي. انا مش عارفه الكاميرا مورياكم لونها ولا لا. لونها جميل جدا، بصوا لونها اخضر خالص. انا عملتهم هم. هعمل ايه كده اهو، وهجيب كيس كمان واحطها فيها. انا بطلع من الكيس الهوا كده وبروح قافلاه كده اهو، وهجيب كيس كمان واحطها فيها واحطهم في الفريزر. دول بقى في الشتاء اللي يعيش ان شاء الله نطلع منهم الحفان ونعمله ان شاء الله، نبقى نعمله مع بعض. احنا خلصنا يا حبايب قلبي بقى الملوخيه. هنعمل ايه؟ هنعمل باميه، بس مش هنفرزها، دي هنطبخها ان شاء الله. انا غسلتها ونضفتها وهعمل بقى، همسكها ارمعها وانضفها. انا قشرت التوم بردك وجهزته، والطماطم زي ما انا قلت لكم، الطماطم عندي مضروبه في الخلاط ومجهزاها وعيناها في الفريزر جاهزه. همسك الباميه بقى ارمعها، بصوا همسكها ارمعها وانضفها واخرطها وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، انا ارمعتها اهي، هخرطها بقى. هخرطها هنا كده كده اهو. انا بحب اعملها زي البرايز كده. ما بحبش افتحها من بعضها عشان ما تبقاش تسيب في التغلية مني ما تبقاش حلوة. لا انا بحب اعملها كده اهي. انا غسلاها ومنضفاها وارمعتها برده، وقلت بقى ايه، بقالنا كتير اصلا ما كناش باميه واكل كده. قلت اما النهارده نعمل اكل كده النهارده. انا قلت النهارده هنمشيها اكل نواشف، هنقلي بتنجان ونعمل باميه ونعمل بطاطس مقليه، يعني اكل كله النهارده نواشف كده. بص يا حبايبي، ولازم يكون معاكي حته قماشه نضيفه زي دي كده تمسحي فيها السكينه وكده وايدك. طبعا الحاجه دي حاجه اكل، لازم يكون معاكي قماشه نضيفه اهي. انا هخرطها كلها كده، وبعد كده هقلي بقى البصل وادق الثوم ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي اهي، انا هخرطها كلها كده وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي، انا خلصت خليط البتاع وحطيت قليت اهو البصله. حطيت ايه البصله بتاعت حطيت لها دهنه اهي، وحطيت لها دهنه وزيت. هسيبها بقى تتشوح مع نفسها براحتها كده. بصوا يا حبايبي، ادي الباميه اهي انا خرجتها. انا مش عارفه لونها جاي لكم ولا لا اهي. انا خرجتها وجهزتها برده. هعمل ايه بقى، هروح ادق الثوم على ما البصله تحمر شويه، اكون دقيت الثوم وارجع لكم تاني يا حبايبي. بصوا يا حبايبي، انا جبت ايه، قرنين فلفل، قرن احمر وقرن شطيطه. دي شطيطه حراقه وفلفل اهي، دي شطيطه حراقه اهي، وفلفل بارد والثوم. هدقهم مع بعض وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، انا عملت سقط الطماطم اهي بتفك بس اهي. انا قليت وسقطت الطماطم ودقيت الثوم اهو. بصوا ده الثوم بالفلفل، حطيت عليه شويه ملح بيض بس، واحط الكمون والحاجه دلوقتي معاكم هنا. الفلفل ده بيدي ريحه جميله قوي للباميه وطعم جميل.
انا بقى هجيب الكمون اهو يا حبايبي، ده الكمون، ده كمون على فلفل اسمر على بهارات، انا بجيبه مشكل كده، ده عشان لو عايزه اعمل اكل كده بحط عليه. اما انا جايبه السبع بهارات وكده، بحط حاجات بسيطه منها. بصوا يا حبايبي، هي دلوقتي التغذيه اصلا متسبكه، بصوا هي متسبكه، بس انا هعمل ايه، هديها دلوقتي كوبايه ميه اهي كده، واسيبها تغلي بيها، وبعد كده هعمل ايه، هسقط الباميه فيها كده بقى، هسيبها تغلي وبعد كده هسقط الباميه، عشان ما ينفعش احط لها ميه اول ما احطها كده. انا هسيبها دي تغلي، وبعد كده اروح حاطه لها الباميه، ساقطه فيها الباميه ومهديها البوتاجاز خالص، واسيبها تستوي براحتها. بصوا يا حبايبي، هي ابتدت تغلي اهي، ابتدت تغلي. انا هعمل دلوقتي، هنزل بالباميه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا غسلاها ومنضفاها زي ما انا قلت لكم كده، هسيبها بقى ايه، تاخد وتدي مع نفسها براحتها اهي. يا باميه من غير لحمه ومن غير حاجه، بس هتبقى اطعم من اللي باللحمه. جربوها بالطريقه اللي انا عاملاها دي، بجد بتبقى جميله جدا، بتبقى طعمه. وهدي بقى عليها البوتاجاز خالص كده اهو، بس انا هديلها البوتاجاز خالص، هتستوي بقى براحتها على نار هاديه، وتاخد وتدي براحتها. كل ما الحاجه بتستوي بنار هاديه بتبقى جميله جدا. بصوا بقى معايا هنا ايه، معايا جرجل ميه، في الشباك عشان الاضاءه. معايا هنا جرجل ميه، هنعمل ايه، هنعمل تركيبه صابون للمواعين. بصوا انا جايبه ايه، انا جايبه تركيبه صابون، هي بتنباع عند بتاع الصابون والمنظفات والحاجات كده. انا قلت هعملها معاكم واجربها. ده بتاع ده، انا ناسي اسمه، هعملها معاكم وتشوفوها وخلاص. اما انا بصراحه نسيت اسمه. هي دي تركيبه صابون بتيجي ده كله مع بعضه اهو كده اهو. البتاع ده اصلا حامي على الايد، عشان كده انا بفضيه بحرص. عشان البتاع ده بيبقى ماسك في الكيس، لازم افضيه واعمل الكيس كده في الجرجل. معايا ايه تاني، معايا اللون اللي هو بيخلي لون الصابون، هو لونه هيبقى اصفر اهو. ومعايا ده كيس الريحة اللي بيخلي ريحة الصابون حلوة. التركيبة دي بقد ايه يا جماعة، التركيبة دي ب18 جنيه، هي بتنباع كده
ب18 جنيه على بعضها. دي واحده بس اغسل ايدي وارجع لكم. ده بقى ايه المفروض معايا دلوقتي. هجيب حاجه اقلب بيها، هجيب حاجه وارجع لكم. بصوا انا جبت الغابه دي هقلب بيها كده، اداني اقلب كده اهو. هو المفروض يعني عندك نص ايد مقشه حاجه، في ناس بتعملها بكوز تدنها تمسك الكوز وتقلب بيه تشيل وتحط بيه، بس انا بصراحه انا بعمل بالعصايه كده. انا جبتها كم مره يا جماعه بجد والله العظيم جميله جدا وموفره، يعني موفره كتير عن شراء الصابون. دلوقتي تعالي شوفي كيلو الصابون بقى بقد ايه. دي موفره كتير قوي وهوريكم قوامها دلوقتي. بصراحه انا ببقى افضيها وولادي اللي بيبقوا يعملوها عشان انا ايدي بتوجعني من التقليب كده. وممكن بطريقه تانية اللي هي ايه، اللي هي بالكوس كده. بس دي بقى بدها من جرجل لجرجل، يعني جردلين كده قصاد بعض يكونوا عاملين. بص انا هخلصها وارجع لكم يا حبايبي. بصوا يا حبايبي انا خلصت الصابون اهو، عايزه اوريه لكم بقى جميل جدا. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اللون وبصوا القوام، بصوا عامل ازاي. بردك هوريكم رغوته. بصوا انا جايبه سلكه، بصوا رغوته تقيل اصلا، يعني هو تقيل. بصوا جميل جدا ومش غاليه، 18 جنيه التركيبه دي. بتملالي ازازتين من اللي هما زي دول كده، تملالي ازازتين وساعات بتملالي 3 ازايز. تركيبه الصابون دي جميله جدا، جربوها وقولوا لي ايه رايكم فيها. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله عملت كام ازازه، 3 كبار وواحده صغيره. دي تركيبه الصابون ب18 جنيه. روحوا اسالوا عند اي واحد بتاع منظفات ومنظمات من الحاجات دي بيبيعها، وجربوها هتلاقوها احسن من شراء الصابون جدا وجميله. وبصوا بتنعم الايد ولا بتبوظ الايد. شوفوا يعني انا عملتها، بصوا ايديا عملت ازاي، ما بتخليش الايد لا تسمر ولا ايد تقشر ولا اي حاجه، جميله جدا. تعالوا بقى يا حبايب قلبي نشوف الباميه عملت ايه. انا كده خلصت تركيبه الصابون معاكم. شوفوا الباميه بقى بسم الله ما شاء الله. بصوا ريحتها جميله جدا. انا حطيت لها بقى ميه بتستوي بقى براحتها. انا هعمل ايه بقى، هقلي بتنجان وهقلي البطاطس زي ما انا قلت لكم وهقمر العيش. وهو ده يا حبايبي غدانا النهارده. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو قوي. قولوا لي ايه رايكم في الفيديو، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات كتير. انا مقشره البطاطس اهي مخرطاها والبتنجان مجهزاه برده على القليه. هقلي بقى بس قرب ما ابو كريم يبقى جاي عشان لازم الاكل يبقى سخن. متنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. وهو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. عملت معاكم تركيبه الصابون وعملت معاكم الملوخيه الناشفه وعملت معاكم الباميه النهارده. قولوا لي ايه رايكم بقى في الفيديو واكتبوا لي في الكومنتات تركيبه الصابون كده حلوه ولا ايه. بصوا الصابون اصلا عامل ازاي،
بيرغي خالص وجميل جدا وبينعم البشرة. انا بحب الصابون دوت ومش اول مرة اجيبه، يعني انا بجيبه طوالي. وما تنسوش يا حبايبي بقى تكتبوا لي في الكومنتات كلام جميل، واللي لسه مشتركش عندي يشترك ويخش يشوف الفيديوهات اللي انا عاملاها جميلة جدا، ويخش يشوف هنعمل فيديوهات جميلة بردك مع بعض. واللي مشترك يكتب لي بقى في الكومنتات ويدعي لي بقى دعوتين حلوين من عنده. وبجد انا بشكركم على الكلام الجميل اللي بتكتبوه. وما تنسوش يا حبايب قلبي كل اللي بيخش يكتب تعليق ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، عشان نبقى عيلة كبيرة كده بيكم ونكبر بيكم. ما تنسوش يا حبايبي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.